جماعة خطير. بصوا الموديل بتاعه كلاسي قوي. بصوا الاناقة. Hey guys، ازيكم عاملين ايه؟ welcome back to my channel. النهاردة لسه وصل لي اوردر كبير جدا من عند SHEIN. الحاجات دي انا جايباها تنفع للعيد وتنفع للمصايف، فيها فساتين سواريه، فهو فيديو هيبقى فيه حاجات تنفع لستايلات مختلفة وكمان تنفع لمناسبات مختلفة. بس لو في حد جديد اول مرة يشوفني، هاي انا اسراء بسيوني، بتلاقوا هنا فيديوهات ليها علاقة بالموضة والازياء. فلو انتوا بتحبوا نوعية الفيديوهات دي بليز اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة. برضو حابة اقول لكم ان انا بكون سايبه لكم الديسكاونت كود بتاعي ده، بيديكوا 15% off على اي اوردر من عند SHEIN في الديسكريبشن تحت او في صندوق الوصف. وكمان ببقى سايبه لكم لينكات القطعة دي كلها في الديسكريبشن عشان تبقوا تروحوا تشوفوها لو في حاجة عجبتكم وان انتوا تختاروها. للناس اللي دايما بتتوه جوه SHEIN ومش بتعرف ان هي تعمل شوبينج ازاي، SHEIN عبارة عن مول. تخيلوا كده مول جواه محلات. لو عايزين محل معين بترتاحوا في الستايلات بتاعته وعارفين ان الكواليتي بتاعته حلوة، تقدروا ان انتوا تكتبوا في السيرش بار اسم المحل، هيطلع لكم كل الحاجات اللي موجودة فيه وتشوفوا الحاجة اللي تعجبكم. انا برضو هكون سايبالكم في الديسكريبشن جنب كل قطعة اسم المحل بتاعها، عشان ان انتوا لو حبيتوا القطعة دي وعايزين تشوفوا بقية البراند ايه الحاجات اللي بتعملها بحيث ان انتوا تشتروه، فتقدروا ان انتوا تعملوا الاوردر على طول. بس خلينا ان احنا نبتدي مع بعض ونشوف الحاجات مع بعض. هو الاوردر لسه واصل لي النهارده، فتعالوا نفتح الحاجات كده عشان انا يعني متحمسه لها قوي. دينم دريس ده من الحاجات الترندي جدا، هو والسكيرت بتاعته جايه ببليتس، فالبليتس مع البلت ده هيخلي شكل الجسم حلو. ده اول فستان بجد يا جماعه، فستان حلو جدا. بصوا الموديل بتاعه كلاسي قوي، هو بزراير كده وفي الحته البالت دي ونازل ميدي. لا خطير، كله حلو قوي. ده مقاس سمول وهو فيه وسع جامد، فما تكبروش خالص من مقاسكم لو انتوا هتشتروا الفستان ده. وعلى فكره هو خفيف، يعني عاده الجينز تحسوه تقيل مثلا تقولوا ان انتوا مش عايزين ان انتوا تلبسوه في الصيف، لكن لا ده خفيف قوي وبريدي جدا. الظهر بتاعه جماعة طبعا مش عايزة افكركم ان انا هنا بكون ورياكم الحاجات، بس لو عايزين تشوفوا افكار الستايلات تقدروا ان انتوا تلبسوها ازاي دايما تابعوني في الانستجرام. في الانستجرام بتلاقوني ان انا بعمل ستايلات وممكن نفس القطعة بوريكم تلبسوها بطرق مختلفة ازاي، فتابعوني هناك @اسراء.بسيوني عشان تشوفوا ستايلات القطعة دي عاملة ازاي. بعد كده بقى عندنا الفستان ده يا جماعة، بجد من احلى الفساتين اللي انا شفتها من SHEIN. هو اولا عايزه اقول لكم ان الفلورال طالع من الحاجات الترندي قوي، وكمان الباودر بينك من الحاجات الموضه، فلقيت الفستان ده هو جامع حاجات ترندي كتير، فلورال وجامع اللون الباودر بينك ومعاه الماتشا جرين. الموديل بتاعه كمان من الحاجات الترندي اللي هو نازل بوسع من تحت، شكله خطير. الفستان فيه بيلت ان برا خطير بجد، خطير. اللون، القماشة، الكول حلو قوي. فكرة ان هو درابيه من هنا لحد اللي هو تحت الارداف، مخليه الجسم حلو. لو حد عنده منطقة البطن هتداري منطقة البطن، بتبقى حلوة قوي. الحركة بتاعت انها نازل شيفون من تحت، حركة ناعمة جدا، ناعم قوي كده. اللون خطير. برضو حبيت فكرة ان هو عاملين الحملات بتقصر وبتدخل دي يا جماعة، مريحة جدا، مخلية ان في راحة وانا لابسة فستان اقدر اظبطه عليا ويبقى فعلا حاجة مظبوطة على اللي انا محتاجاه. فلا بالنسبة لي الفستان ده من احلى واجمل الفساتين. يا جماعة بصوا، انا بقول لكم لو عندك مناسبة جاية قريب ادخلي على SHEIN دوري على فساتين السهرة. عندهم فساتين سهرة حلوة قوي، مناسب اذواق كتير، الماتيريال بتبقى حلوة، حاجات مش هتلاقيها بسهولة هنا. فادخلوا على SHEIN، بس لازم يبقى قبل المناسبة بشهر عشان تضمنوا ان الاوردر يبقى وصلك وان الحاجة واصلة وما تتأخرش عليكي. بس بالنسبة لي بصوا الفستان ده مش هتلاقوه في حتة بالجمال ده. بصوا هو برضو كده من الجنب حلو قوي، هي كده بس بجد حلوة قوي، اللون جميل جدا. ايه بعد كده جماعة؟ الطقم ده
عايزه اقول لكم ان انا في الاول اصلا كنت فاكره فستان، بعدين لما اتأملت لقيته ان هو سات على بعض، السكيرت البليتد البيضة وعليها التوب ده كده بالاسود. فرحت ارتر عشان هما سات منفصلين عن بعض. التوب اقدر ان انا البسه على حاجة تانية، السكيرت البليتد دي من الحاجات الستيبل بتاعت الدولاب اللي اقدر ان انا البسها في مناسبات كتيرة وبطرق كتيرة قوي. ففكرة ان هما سات ريحوني اكتر، وطبعا على بعض هيبقى شكلهم كلاسي جدا. انتوا لو تشوفوا اصلا صورة الموديل طقم فخم جدا، فالطقم ابهرني. حاجة برضو بتبقى حلوة يعني هي موجودة في الفستان ده وموجودة في معظم الحاجات السواريه بتاعت شي ان. هو البلاستر ده مفروض ان هو بيروح ماسك على الجسم فيخلي ان الحاجة تفضل مظبوطة عليكي. فدي من الحاجات اللي انا بحبها او الديتيلز اللي انا بحبها في الحاجات بتاعت شي ان. تعالوا ان احنا نشوف الطقم ونقيسه مع بعض. بصوا الاناقة بجد انيق قوي الطقم ده. يعني اصلا انتوا لو لبستوه فستان كده او الطقم كله على بعض ينفع سهرة، ينفع لو عندكم ايفنت تقدروا تلبسوه، عايزين تدلعوا تقدروا ان انتوا تدلعوا بيه ديت كده في مكان فانسي، يبقى حلو قوي لانه متدلع بس في نفس الوقت فخم فيمينين قوي. كل تقسيمة فيه مبينة ال feminine side of you، الشولدرز البليت سكيرتس خطيرة، كله على بعضه حلو قوي. وطبعا انا بالنسبه لي الساتس يعني ان احنا نعمل ستايلينج بطرق مختلفه، يعني استخدم السكيرت دي لوحدها، استخدم التوب ده لوحده، اقدر ان انا اخده استخدمه على بنطلون او سكيرت، ادرس ات اب ادرس ات داون. يعني هيبقى عندي الحريه، بس في الاخر لو حبيت البسهم على بعض شياكة أناقة. بصوا أنا في الفيديو ده حبيت إن أنا أوريكم برضو أفكار للسهرة كتير قوي، لأن أنا عارفة إن الأفراح والخطوبات وأي مناسبة بتيجي في الصيف ده السيزون بتاعنا، فأنا حبيت إن أنا أوريكم أفكار مختلفة، لأن لو عندكم إيفنت تلحقوا إن انتوا تعملوا أوردر ويبقى عندكم أفكار لستايلات مختلفة. البنت اللي بتحب الستايل كلاسي، الفستان اللي قبل ده، دي الحاجات بيحبوا ستايل البناتي. يعني بصوا انا مغطيه لكم كل الستايلات. عايزه افكركم برضو ان الحاجات دي كلها بتكون موجوده عندي في الستور اسراء بسيوني كلوزت. الحاجات مش مجرد ان انا بعرضها بالسعر بتاع الويب سايت من غير اي جمارك، بالعكس ده انا بكون عامله لكم تخفيضات توصل لحد 50 ساعات 70% off على كل الحاجات. فاللي عايز يطلب اي حاجه او اي حاجه عجبتكم ادخلوا عندي في الستور وتقدروا ان انتوا تعملوا الاوردر من هناك. في ايه بقى بعد كده؟ في الفستان ده فستان سهرة تاني. بصوا 3/4 الفيديو فساتين سهرة فساتين سواريه للبنات اللي عندها مناسبات. الفستان ده بقى من الحاجات الترندي قوي. اولا هو لونه اصفر واحنا عارفين ان الباتر يالو من الحاجات الترندي. ثانيا هو في الرافلز اللي هي برضو من الحاجات الترندي قوي. ففستان كله على بعضه ترندي، كان نفسي ان انا البسه واشوفه من زمان من ساعه ما شفته في الويب سايت وانا عايزه اقيسه قوي، لانه كيوت قوي فمنن قوي وفي نفس الوقت ترندي للناس اللي بتحب تلبس ستايلات مختلفه. ده هيكون ليكوا حلو قوي. تعالوا ان احنا نقيسه ونشوفه مع بعض. جماعه خطير بجد، حلو قوي. الموديل بتاعه بوهيميان جدا بس في نفس الوقت فمنن قوي، عجبتني الرافلز. بصوا اصلا من تحت تحسوه كده مضلع مع القماشة الشيفون خطير. وهو جاي بيه السكارف فيه، يعني هو ذات نفسه يتباع في السكارف وهي بتتربط من ورا. فهو خطير بجد، عجبني الموديل بتاعه جدا. كل حاجة فيه especially اللون مع الرافلز ان هو بوهيميان خطير. ده لو عندك مناسبة على البحر او open air هيبقى حلو قوي. الايتم اللي بعد كده هو الفستان ده، فستان الأورنج ده ينفع جدا للبحر. هو فستان تريكو، الموديل بتاعه كلاسيك عادي خالص، فستان بادي كون تريكو. عجبني اللون بتاعه ان هو اورنج يبقى خطير في البحر. تعالوا ان احنا نشوفه ونقيسه مع بعض. ده متحمسه له. غير البحر انا يعني عادي انزل بيه في اي حته، بس لو انتي رايحه مصيف وعايزه حاجه تبقى مصيف فريندلي الفستان ده هيبقى حلو قوي. بصوا الفستان خطير، الموديل بتاعه حلو قوي، سيمبل مفهوش حاجة، ينفع في المصايف، ينفع ان انتوا تلبسوه ككفر اب او ينفع ان احنا نلبسه في الخروج.
حلو قوي، الطول بتاعه حلو، ان هو مش معكسي الخمر، حتى لو لبستيه على حاجه فلات يبقى حلو. تقدري ان انت تدرسي اب مع الرايت اكسسوارز، مع هيلز مثلا، ان انت خارجه في الليل او في البحر عادي على شبشب، على برضو the right accessories بسانيز، هيبقى شكلك حلو قوي. So I love it. خطير. بس كده جايز، هي دي كانت الحاجات اللي انا جبتها المرة دي من شي ان. زي ما قلتلكوا هي تنفع للمصايف، تنفع كمان للسهرات، يعني حاجات تنفع لمناسبات كتير. واهتميت جدا بالسهرات عشان انا عارفة السيزون بتاع الصيف، فالحقوا اعملوا الاوردرات بتاعتكم بجد يا جماعة. شوفوا المحلات كمان اللي انا شارية منها الايتمز دي، هتطلعوا بافكار سواري كتيرة قوي. ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم وامتعكم وطلعتوا منه بافكار. و thank you so much ان انتوا اتفرجتوا عليه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.